اظن امي لو عايشه كانت في البدايه هتقول لي بطل عك، لكن في النهايه هتقول لي تسلم ايديك ويا بخت اللي يدوقها بطريقتك. ولو سالت هي ايه هقول لك محشي بالرز البسمتي والفراخ والطبق طبقي، يا ريت محدش يزيد فيه. بس لو جربتها بنفس الطريقه وبالاخص التفاصيل هتعرف انها تستاهل التجربه بالتاكيد. تسد معاك ايها المغترب والعازب المشتاق للقمه من ايد الاحباب، بس عشان تعملها على المرتاح يا ريت تتبع نفس الخطوات. الاول تسمي الله وتصلي على الحبيب وادعي الام والامواتنا بالرحمه وندخل في المفيد. وعشان ما تغلبش نفسك في تقوير المحشي ايها العازب، نقيهم رفيعين ومسمسمين ابيض على اسود على شويه فلفل حلوين، واديها للست الطيبه الخضريه قول لها لو سمحت قوريهم والكيلو هتعملها لك ب5 جنيه، ويبقى اسمك سعدت في فتح باب رزق لناس تانيين. ربنا يتقبلها مني ومنك اللهم امين. تروح على البيت تنقعهم في شويه ميه وتكبس عليهم بحله تقيله عشان الميه توصل لكل حته في المحشي وبالتالي ما تسودش من جوه على ما نيجي نستخدمها. بعدها تجيب كوبايه الرز البسمتي وتنقعها في الميه تلت ساعه بالكتير عشان معانا تفلفل. نسحبها على جنب ونحضر الخضره، ودي الاهم، كزبره وشبت وبقدونس، وكل ما كترت فيهم كل ما خضرت معاك اكتر. عايز تنعنعها وتخليها اسكندراني ماشي. نفرم بعدها بصله كبيره واربع حبات طماطم، بس ما تخليهاش مهريه، عايزك تستطعم تكتلاتها في قلب المحشي. وده يخلينا نحضر بالمره البهارات اللي هنحتاجها: معلقه ملح وزيهم فلفل اسود وشطه اختياري وبابريكا، والكزبره الناشفه اجباري، وعليهم ربع معلقه زنجبيل مطحون وممكن برضه من غيره. بس الحلو هيكمل برشه من الزعتر اللي هتجيب النهيه، واختمها برشه جوز الطيب، والنصيحه الافضل بلاش منه اتباعا لكثير ومسكر قليل حرام. وبكده احب اقول لك تقريبا اننا جاهزين. حلتنا الرايقه ورشه زيت جريئه تسخن، ننزل بالبصل تاخد لسوعه وتقديحه، وعليهم بالطماطم عشان تبقى تسبيكه، عليها معلقتين صلصه تغمق وتطعم بالبهارات اللي حضرناها، ومعلقه سكر توازن الطعم وتكسر الحموضه في رمضان. تقلبتين حلوين وننزل بكوبايه ميه سخنه عليهم ونغطيهم تلت ساعه على نار متوسطه. اول ما تبقبق معاك اطفي النار عشان ما تتقلش عليها في التسبيكه، وانزل بالرز واديها تقليبه عشان تاخد من طعمها وتدوب في قلبيها. رشه الخضره عليهم، والطبيعي اننا نقلب لكن ما قلبتش وشلته على جنب عشان احضر تركايه النهارده. صدر فرخه هنقطعهم مكعبات وهناخدهم تشويحه في شويه زيت على النار لحد ما كرمشت ودخلت في التسويه، وبهرتهم بشويه فلفل اسود ورشه ملح وتقليبه لحد ما استوت بالتمام والكمال. بعدها اديتها تقطيع مكعبات اصغر عشان اعرف اكمل خطتي وتنجح. والخطه كالاتي: هنجيب الحله وننزل على الخضار بالفراخ ونديهم تقليب على المرتاح لحد ما الكل يتوه في بعض ويحسوا بطعم الاشتياق. هتلاقي النتيجه الرز مفلفل معاك، والنهايه هتشوف ازاي كل تفصيله بتفرق كتير. وعشان بلاقي عزاب كتير بيتلخبطوا زي ما كنت بتلخبط زمان وبننسى اننا نخبط الخبطات دي عشان الحشوه تتظبط جواها والكل يبقى في التمام. وبالمناسبه دعمكم مهم لقناتنا الجديده على اليوتيوب بدل القديمه، وفي التعليقات هتلاقي اللينك، يا ريت تمسي عليا. وعشان تعرف اني استاهلها فما تنساش تستفاد بخصم 5% على اي منتج من منتجات تاتش الزنوكي من خلال موقعهم الرسمي، وده لما تستخدم الكود اللي ظاهر قدامك. وبالتاكيد كالعاده هتلاقي لينك الموقع والكود في التعليقات عشان اسهلها عليك قدر المستطاع. وده يخلينا كالعاده نعود ادراجنا، وانت بترصهم في الحله رصهم باهتمام وبلاش تحط خضره في الارضيه عشان هتقلب معاك بمرض. خليها طماطم زي حالاتي ورصص وظبط الكلام عشان هنحتاج شويه مرقه نسقسق بيها، فهنجيب شويه ميه سخنه وعليهم كيس مرقه دجاج ورشه فلفل اسود وتقليب مظبوط، وننزل بيهم على المحشي مع التوزيع. وما تكترش في الشرب عشان الرز منقوع يا دوب لنص الصباع من بره مع السقسقه. هتاخد منك تلت ساعه على نار متوسطه لحد ما تدخل في مرحله الغليان. بعدها نسيبها ربعايه لحد ما تتشرب ونهدي النار اهدى حاجه ممكنه زي تسويه الرز بالظبط، ونسيبها ربع ساعه كمان ونقفل عليهم النار، وهتطلع معاك مفلفله وبعينيك شايفها عامله ازاي. لكن عشان انتوا عارفين الصومعه يعني التحبيشه بزياده حبتين، يعني طاستنا الحلوه ومعلقه السمنه البلدي تسيح، ننزل بصوابعنا تاخد في يمينها وشمالها تشويح لحد اما تمسك فيها اللمعه، ونطلعها ونرصصهم وتقدمها لنفسك ولاحبابك بنفس راضيه زي ما كانت بتتعمل من اهالينا ربنا يرحمهم اللهم امين. وكالعاده ما اتمناش اوصل للنهايه، قعدتكم معايا مهما طولت ما يتشبعش منها بالتاكيد، وكان نفسي الفيديو ده يكون فيديو اول يوم رمضان، لكن الفكره دي اعتقد ان هي هتخليك تجربها في اي يوم من ايام رمضان. وبما انك وصلت معايا لحد هنا فكل سنه وانت موجود في حياتي باذن الله.